لو انت ابنك او بنتك بيقابلوا صعوبة في تعلم اللغة الانجليزية ودايما كارهين المادة دي، اعتقد ان الفيديو ده ليك. انا محمد الشجيري، مدرس لغة انجليزية للصفوف الابتدائية وكمان للتأسيس. اول حاجة لازم الطفل يكون متعلمها هي ازاي اعرف الفرق بين اسم الحرف وصوت الحرف. فمثلا حرف ال H اسمه H ولكن صوته ه. نفس الكلام حرف ال W مثلا اسمه W ولكن الصوت بتاعه و. وطبعا بعد ما نعرف الصوتيات لازم اول حاجة نبدأ بيها نشبك حرفين مع بعض بس، حرف consonant اللي هو ساكن وحرف vowel اللي هو متحرك. طبعا الحروف المتحركة هم 5 حروف A E I O U، هي دي الحروف المتحركة والمتبقي هي حروف ساكنة. يعني اللغة الإنجليزية 5 حروف متحرك A E I O U والباقي طبعا حرف ساكن. فلو بدأنا بحرف مثلا الام حطيناه جنب حرف الاي، الكلمة دي لو قلت للطالب اسمها ما على طول يبقى انا كده بحفظه شكل الكلمة وبس، ودي طريقة طبعا مش بتؤدي الى نتيجة. ولكن الصح هو ان انا اخليه ينطق صوت الحرف. حرف الام وحرف الاي فبالتالي هتبقى ما. هيبدأ الطفل يبدأ يشبك الحرفين مع بعض كصوتيات مش كاسم الحرف. مثال تاني، مثلا لو حطينا حرف السي وبعديه حرف الاي هتبقى الكلمة حرف السي النطق بتاعه وحرف الاي النطق بتاعه فبالتالي هتبقى كا. وبالمناسبة حرف السي ده دايما طلاب كتيرة جدا بيوصلوا لحد تالتة ورابعة وخمسة بيتلخبطوا، انطقوا س ولا انطقوا ك. فهي دي المشكلة اللي بيقابلوها. الحل هو ان حرف السي لو جه بعديه اي او اي او واي بينطق س، زي كلمة سينما. اول حاجة لما يجي اقرا حرف السي بالذات ببص على الحرف اللي بعده، لو الحرف اللي بعده اي او اي او واي هنطقه س، لو مش اي او اي او واي هيتنطق في العادة ك. بعد ما نعود الطفل ان هو يقرا حرفين مع بعض، وبلاش تستعجلوا جدا في الانتقال للمرحلة اللي بعدها. يعني انا مش حصة ولا حاجة بدأت اديله حرفين مع بعض خلاص كده ادخل على طول في الليفل التاني واديله 3 حروف مع بعض، لا طبعا. حرفين مع بعض دول اكتر حاجة هي الاساس اللي بشتغل عليه فيما بعد. لو الحرفين مع بعض بدأ ان هو يتأقلم عليهم وحسيت ان هو بدأ فعلا يقراهم صح كويس جدا، هنتقل للمرحلة الثالثة وهي consonant vowel consonant، يعني حرف ساكن وحرف متحرك وحرف ساكن. زي مثلا كلمة cat C-A-T. طبعا احنا كنا متعودين ان السي والاي نطقناهم مع بعض كا، فبالتالي لما اضيف له ت الصوت بتاع التي فهيقرا كا وهيقول ت كات. يبقى يلا قول كله مع بعضه كات. مثال تاني هحط له حرف ال H وال A وال T، هقول له انت يلا حرف ال H زي ما قلنا بينطق ها، ال A ال T يبقى ه ت هات. هيبدأ الطفل ان هو يشبك ال3 حروف مع بعض لان هو عنده خلفية الحرفين وعلمناها له بالطريقة الصح. فلما بيدخل على مرحلة ال3 حروف مع بعض اعتقد ان المرحلة دي بتبقى اسهل من الحرفين مع بعض. عشان كده انا بقولك ما تستعجلوش في ان انتوا تتنقلوا من الحرفين لل3 حروف الا لما تتأكدوا ان هو بقى بيرفكت في الموضوع ده. بعد ما بديله ال3 حروف مع بعض وابقى اتأكدت ان هو بدأ يقراهم كويس جدا جدا، هدخل معاه في اختصارات الحروف اللي هو ال SH بيتنطق ش، ال CH بيتنطق تش، ال TH بتتنطق ذا او ثا، ال PH بيتنطق ث. وبلاش ندخل معاه على طول بقى TION بتتنطق شن وابدا اديله TURE تشر، لا انا مش عايز ابدا معاه بالحاجات دي علشان ما يحسش ان الانجليزي صعب. انا زي ما قلت كده هعيد تاني،
اول حاجة حرفين مع بعض، حرف consonant وحرف vowel. بعد كده consonant vowel consonant ساكن متحرك ساكن. بعد كده هبدأ اديله اختصارات الحروف اللي هم الحرفين مع بعض اللي ليهم صوت مختلف مع بعض. كده اعتقد ان احنا لو بدأنا البداية دي مع الطفل بطريقة متميزة، اعتقد ان هو هيوصل لمستوى كويس في فترة قليلة. ما تتكسفوش ان انتوا تدوا ابنكم او بنتكم تأسيس لو وصل لتالتة او وصل لرابعة. لازم الطفل يبقى متأسس صح. لو ابنك او بنتك وصل لسنة تانية او سنة تالتة او سنة رابعة وهو عنده مشكلة في قراءة الكلمات، يبقى لازم ارجع لورا شوية وابدأ معاه من الاول تاني، علشان في المرحلة اللي بعدها هتلاقي نتائج كويسة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله الفترة اللي جاية هبدأ انزل قواعد للغة الانجليزية للمراحل الابتدائية. شكرا جدا لكم.